مش كل ما نشوف حد بيعمل تصرف غلط يبقى لازم يكون غلط. اوقات بتكون المشكلة فينا احنا اللي بنبقى فاهمين غلط، وما بين منطوق لم يفهم ومفهوم لم ينطق بتحصل مشاكل كبيرة. تفهمنا للأمور ونظرتنا الصح ليها بتكون الحل في أغلب الأوقات. الحقيقة إن الناس نوعين: ناس بتيجي بالتفاهم، تقعد معاها وتتكلم وتقول لها على براهين وأدلة فتقتنع، وناس تانية التفاهم ما ينفعش معاها خالص، كأنك بتكلم نفسك. ناس مصرة على غلطها ومتمسكة برأيها وما بتسمعش حد. الناس دي ما ينفعش معاها غير الإفحام. لازم تفهمها، لازم تكلمها وتوجهها بطريقة حادة، تواجهها بغلطها وتقول لها على الصح من غير ما تسمع رأيها. بس خلي بالكو ان الإفحام ده علاج، لو زاد عن حده هيقتل، ولو قل مش هيعمل حاجة، يعني مش هيعالج ولا هيجيب اي نتيجة. لكن الحمد لله ان اغلب الناس بتيجي بالتفاهم، يعني بتسمع وتقدر وتفهم. علشان كده هقولكوا على قصة تقولكوا ليه نفهم الأول قبل ما نتسرع بالحكم وناخد قرارات غلط. صديقنا اللي القصة دي بتتكلم عنه قرر انه هو ينقل في بيت تاني هو وزوجته، وفعلا راحوا مكان تاني وشقة حلوة وسكنوا فيها وعجبتهم. بس بيقول للأسف ربنا ابتلاني بجار بولندي اسمه بولكر، طول الليل يقعد سكران ويقعد يزعق ومحدش بيعرف ينام منه خالص. وفي اوقات كتير بيقرر انه يتصل بالشرطة او ان هو يروح يمسك في خناقه ويعمله مشكلة، بس بيقعد يفكر ويلاقي نفسه حاسس بتأنيب الضمير. في يوم كان ماشي وقابل جار تاني ليه، وقعدوا يتكلموا في مواضيع والكلام جاب بعضه وجابوا سيرة بولكر. جاره ده قال له فعلا ان بولكر شخص مزعج جدا، وان هم كمان مش عارفين يناموا منه طول الليل. بس الحقيقة ان هو راجل طيب، وان هو راجل محترم، وان هو كان طبيب. بس للأسف حصلت له حادثة في حياته، ان زوجته وبنته راحوا بولندا يقضوا اجازة وتوفوا هناك في حادثة. ومن ساعتها يفضل طول الليل ينده عليهم ويقعد لغاية الصبح لغاية ما يقع من طوله. صديقنا لما سمع القصة دي حس بتأنيب الضمير، وان هو قد ايه كان هيظلم بولكر، وكان هيبلغ الشرطة ويتخانق معاه وهو ما يعرفش عنه اي حاجة. فعلا روح البيت وكلم مراته وحكى لها كل اللي حصل، وقرروا ان هم يروحوا يزوروه ويحسسوه ان هو مش لوحده، وان هم جنبه، وان هم هيبقوا اصدقاء. وفعلا راحوا زاروه وقالوا له ان احنا زي اخواتك الصغيرين، وان احنا يشرفنا ان انت تكون صديقنا، وان احنا نكون مع بعض دايما، واي حاجة تحتاجها تعالى على طول كلمنا. وفعلا من وقتها ولمدة اسبوع مفيش اي اخبار عن بولكر. صديقنا خاف جدا لحسن يكون انتحر، عمل في نفسه حاجة، فقرر ان هو يروح يزوره ويشوف ايه اللي حصل. خبط عليه، فتح له واحد مهندم مشرق على الحياة مبتسم، حاجة تانية خالص. ده بولكر. قعد يشكره وقال له انا بشكرك جدا، انت وزوجتك زيارتكم اللي انتوا عملتوها دي فرقت معايا جدا، حسستني ان انا مش لوحدي في الدنيا، وان في ناس محتاجاني وعايزة يبقوا اصدقائي ويتعاملوا معايا، واني مش لوحدي. شايفين قد ايه التصرف ده، وان هو فهم، وان هو قدر، وان هو ما تسرعش عمل ايه في بولكر. الموقف ده بيعلمنا ان الفهم نعمة من عند ربنا، وقد ايه المتسرع والجلاد واللي عايش دور القاضي على الناس من غير وعي ومن غير ما يفهم خسران كتير قوي. فيها ايه لو انك تفهم الاول قبل ما تاخد حكم، وتفكر قبل ما تتصرف علشان ما تندمش او تظلم حد. الحقيقة ان ده كتير قوي في حياتنا دلوقتي. احنا بنلاقي في بوست بيتكلم عن حد لمجرد انه خبر، وتلاقي الناس بتهاجم وتشتم من غير ما تفهم ولا تعرف اي حاجة. حياتنا كلها
بقت إفحام، مفيهاش أي فهم. تعالوا نحاول نفهم بعض ونركز على الإفهام قبل النطق بالكلام. في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل. في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل، وأوقات بيرجع من شي حنين لحظات تيخفف زعل، وبيذكرني فيك لوني شبابي، بس ما بينسيني شو حصل، رغم الزهر اللي متلي لحقوق